في الحقيقه النهارده بقى هحكي لكم موقف كده يعني غريب شويه كان حصل لي بسبب طبيعه شخصيتي الانطوائيه، او يعني هو مش بسببها بشكل مباشر لكن ممكن نقول بشكل غير مباشر. يعني انا زي ما انتوا عارفين الشخصيه الانطوائيه بيبقى صعب عليها انها تندمج مع الناس بسهوله وانها تتعرف على ناس جديده. فانا كان في فتره من الفترات يعني قلت افضل وسيله للارتباط هي عن طريق بقى اللي هم عارفين الوسايط، اللي هو يعني اكلم في ناس كده وسايط معينه بيبقى عارفين عندهم بيانات رجاله عايزين يرتبطوا ببيانات بنات عايزين يرتبطوا ويوفقوا الاثنين مع بعض، يعني زي الخطبه كده بس على حديث. فكلمت واحده فيهم قالت لي في واحده مواصفاتها كذا وكذا، يعني لقيت المواصفات العامه مناسبه زي السن والحاجات اللي زي دي، فقلت لها خلاص ممكن يعني اقابلها واشوف يعني لو في قبول ولا لا. هي قالت لي تمام خد بقى رقم مامتها واتفق معايا. كلمت مامتها، مجرد ما كلمتها يعني مامتها بقى قعدت تسال لي مواصفاتك ايه والكلام ده، قعدت تقول لي بص هقول لك على حاجه بس يعني مش عايزاك ترجع في رايك. قلت بنتي طيبه جدا وكويسه بس هي دايما محسوده. فهي دلوقتي يعني في حد زمايلها حسدوها، فيعني وقعت على اتكعبلت في المكان اللي هي بتشتغل فيه ورجلها اتكسرت، وللاسف هي في الجبس دلوقتي مش هتعرف تقابلك. فانا ان شاء الله كمان اسبوع كده تكون فكت الجبس واكلمك نتفق على ميعاد. بس قعدت تحلفني يعني ايه ما تحاول ما ترجعش في رايك. قلت لها تمام ما فيش مشاكل. بعد ما فات اسبوع يعني لقيتها فعلا بتكلمني وهي منهاره من العياط، بتقول يعني انا معلش انا اسفه احنا مش هينفع نتقابل الاسبوع ده. قلت لها ليه خير يعني؟ وهي بتقولها بقى يعني بتقولها وهي يعني صوتها كده يعني في حاجه مش طبيعيه، يعني في توتر عالي، وحسيت انها بتعيط في التليفون. قلت لها ليه خير في ايه؟ قالت لي اصل بنتي زي ما قلت لك محسوده ويا دوبك فكت الجبس بتاع رجليها، راحت تتوضى عشان تصلي، كعبلت وقعت على رجليها الثانيه واتجبست، فمش هينفع تقابلها. قالت لي معلش هكلمك برضو كمان اسبوع او اسبوعين تكون فكت الجبس بس يعني اوعى ترجع في رايك. قلت لها لا تمام ما تقلقيش. بعد اسبوعين بقى فعلا لقيتها بتكلمني واتفقنا على الميعاد. يعني عاده الناس اللي دي بتحب تقابل بقى في كافيهات في مكان مفتوح، قالت لي يعني يفضل احنا ما بنحبش يعني نخرج بره البيت، يعني تعالى بقى يعني زورنا في البيت. فرحت ساعتها زرتها، يعني مجرد ما دخلت من الباب لقيتها جايبه لي بقى عارفين اللي هو الورق اللي مكتوب عليه تحاليل اللي هو زي الفا لاب الفا سكان الحاجات اللي زي دي. لقيتها جايبه لي الورق بتقول لي بص عشان تعرف بس ان ما كنتش بكذب عليك الاشعه بتاعتها اهي. قلت لها لا انا مصدقك ما فيش كذب ولا حاجه. المهم يعني قعدت اكلمها شويه والبنت ما ظهرتش، يعني انا بس ووالدتها اللي بنتكلم. بعد شويه قالت لي بس انا عايزه اقول لك على حاجه بس محرجه منك. قلت لها خير في ايه؟ قالت لي هي يعني فكت الجبس وكل حاجه بس اول ما فكت الجبس جات لها نزله برد جامده، يعني مش قادره تقوم من على السرير. قلت لها خلاص مش مشكله يعني ابقى امشي بقى واجي وقت تاني. قالت لي لا ما يصحش لازم تيجي تكلمها يعني او تيجي تتعرف عليها. تعالى بس هي مش قادره تقوم من على السرير تعالى يعني معايا جوه. قلت لها لا ما يصحش يعني خليها براحتها. قالت لي حلفت بقى ان انا لازم اروح معاها. بالفعل رحت معاها، لقيت البنت يعني مغطيه نفسها كلها ويا دوبك يعني وشها هو اللي باين. طبعا احنا عمالين نتكلم والبنت يعني ما فيش اي مشاركه في الحديث او اي كلام من ناحيتها. ففي الاخر قالت لي هي بصراحه يعني ايه مش قادره تتكلم بسبب نزله البرد اللي عندها دي. فقلت لها خلاص تمام، وطبعا مشيت وما كلمتش الواسطه دي تاني ابدا.